كل عام وأنتم والبلاد بألف خير أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضائل التي أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. الشعب الإريتري يستقبل 24 من مايو بالألعاب النارية. رؤساء الدول والحكومات يبرقون مهنئين بعيد الاستقلال. إقليم عنسبة يحتفل بالذكرى 27 للاستقلال. دول الساحل تطلب مشاركة أكبر من الأمم المتحدة وواشنطن ترفض. الصين تأمل في انعقاد القمة بين كوريا الشمالية وأمريكا بسلاسة. قتلان وجرحى في خروج قطار عن سكته بإيطاليا. أهلا بكم للتفاصيل. استقبل الشعب الإريتري 24 من مايو يوم الاستقلال الذي برهن أحلام الأجيال المتعاقبة بإطلاق الألعاب النارية الملونة والفرح والحبور مجددا عهده لتعزيز العمل. وفي منتصف ليلة 23 من مايو أطلقت الألعاب النارية التي استمرت لدقائق معدودة وزينت سماء العاصمة أسمرة بألوان العلم الإريتري الزاهية. وعبر الشعب بالخروج إلى الشوارع عن أمنياتهم الطيبة متذكرين الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لإضاءة مستقبل شعبهم متعهدين في الوقت ذاته لتنفيذ أماناتهم بالأعمال المضاعفة. كما أطلق اليوم الخميس عند الساعة 6 صباحا 21 قذيفة مدفع تعظيما ليوم الاستقلال. ويتضمن الاحتفال الجاري بعيد الاستقلال 27 تحت شعار الرؤى بالعمل في كافة مناطق البلاد ودول المهجر. يتضمن البرامج الثقافية والرياضية والرقصات الشعبية والمهادب الجماعية وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تعكس المناسبة. في غضون ذلك نظمت أمسية موسيقية في 23 من مايو الجاري في سينما روما بالتعاون بين مفوضية الثقافة والرياضة والسفارة الروسية. وحضر العرض الذي نظم بمناسبة ذكرى 25 عاما على تأسيس العلاقة الإريترية والروسية كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة والدبلوماسيين المعتمدين في إريتريا والضيوف المدعوين. وقدمت الفرقة الموسيقية الروسية عروضا موسيقية بهيجة. بعث كل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وجمهورية جنوب أفريقيا برقيتي تهنئة للشعب والحكومة الإريترية بمناسبة عيد الاستقلال 27. وعرض رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي مهمات ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا ماتاميلا سيريل رامافوسا في برقيتيهما عن أمنياتهما بموفور الصحة لفخامة الرئيس إسياس أفريقي والسلام والازدهار للشعب الإريتري. وذكر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فاكي مهمات بأن إرساء السلم والأمن في أفريقيا من أولويات الاتحاد، مؤكدا بالرغم من تحقيق تطور ملموس في هذا المجال إلا أن الاتحاد ظل يواجه العديد من التحديات في هذا الجانب، مؤكدا جاهزية الاتحاد الأفريقي للعمل مع الحكومة والقيادة الإريترية لمواجهة تلك التحديات من أجل بناء أفريقيا المزدهرة وإرساء السلم والأمن وخاصة في القرن الأفريقي. من جانبه أعرب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ماتاميلا سيريل رامافوزا عن أمنياته الطيبة لتعزيز العلاقة الأخوية الحميمة بين بلاده وإريتريا. احتفل إقليم عنسبة يوم 23 من مايو بالذكرى 27 للاستقلال في مدينة كرن. وفي الحفل البهيج الذي جرى في استاد كرن أوضح حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود في الكلمة التي ألقاها أن برامج التنمية التي نفذت بالمشاركة الشعبية الواسعة قد منحت الأولوية للريف النائي والتركيز على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، وأسهمت لتحسين وتطوير معيشة الشعب. وقال أن يوم الاستقلال يذكرنا للسير على رؤانا بعمل متفاني يحقق بتنفيذ مسيرة التنمية المتبقية. بجانبه أوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة رئيس لجنة الاحتفالات في الإقليم السيد سراج حجي أن يوم الاستقلال الذي تحقق بتضحيات الجسام هو يوم تجديد العهد لتنفيذ أمانة الشهداء. وتخلل الحفل برامج فنية عكست التضحيات المقدمة من أجل الاستقلال والدفاع عن السيادة وبرامج التنمية. واحتفلت مديريات إقليم عنسبة بيوم الاستقلال منذ 14 من مايو. كما احتفل سكان مدينة كرن بالمناسبة بإقامة الحفلات والمآدب الشعبية. وأوضح المحتفلون بأن احتفال الشعب معا وتجديده العهد لتنفيذ أمانة الشهداء
وهو الذي ناضل وضحى معا للانتقال من الظلام إلى الضياء يعكس المستقبل المشرق للبلاد. احتفل إقليم جنوب البحر الأحمر بالذكرى 27 للاستقلال تحت شعار رؤى بالعمل يوم 23 من مايو في مدينة عصب. وتضمن الاحتفال الذي حضره قائد القوات البحرية والجبهة الشرقية اللواء محمد كاريكاري، وقائد وحدة القوات الميكانيكية العميد تكي رسوم، ولفيف من المسؤولين في الحكومة والجبهة، وعدد كبير من المواطنين. تضمن برامج فنية عكست النضال من أجل الاستغلال والدفاع عن السيادة وبرامج التنمية وتطوراتها. وأوضح حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي في الكلمة التي ألقاها أن 24 من مايو هو اليوم الذي أنهى الاستعمار الذي جسم على الشعب الإريتري لسنوات طوال، وبروز صوت الحرية والهوية الإريترية، مشيرا إلى أن استمرار القيم التي نمت أثناء النضال لما بعد الاستغلال أدت لبلوغ برامج التصدي والتنمية إلى مرحلة آمنة. من جانبها أوضحت المدير العام لقسم الثقافة والرياضة السيدة حواء محمد أن عيد الاستغلال يحتفى به في الضواحي بالمآدب الجماعية وبرامج التوريث الموجهة للشباب ومسابقات تعليمية ورياضية وفعاليات أخرى، وأشادت بالمشاركة الكبيرة من مؤسسات الإقليم والجبهة الشرقية لإنجاح الاحتفال. وعلم بأن برامج احتفالات عيد الاستغلال ستستمر حتى 26 من مايو بأنشطة تنظم في رأس جنبور. احتفل الإيطاليون في إيطاليا وهولندا وسويسرا وكندا واستراليا بالذكرى 27 للاستغلال. واحتفل الإيطاليون في مدن ميلانو وبريشيا وبولونيا ونابولي الإيطالية بحفاوة كبيرة بعيد الاستغلال، مؤكدين على أن حماية الاستغلال وزيادة بريقه بالتنمية من مسؤولية جميع المواطنين، موضحين تعزيز مشاركتهم في التنمية والتصدي. وأوضح سفير إريتريا في إيطاليا السيد فيساهاتين بيتروس أهمية هذا اليوم ومضمون الاحتفال، مشددا على وجوب منح الاحتفالات الوطنية التي أصبحت من القيم الوطنية الاهتمام الأكبر لنقلها للأجيال الحديثة. كما سيحتفل الإيطاليون المقيمون في مدن روما وكاتانيا وباري وجنوة وتيرامو وتورينو وبارما وفلورنسيا بالمناسبة. وفي مدينة رايس فايكا الهولندية احتفل الإيطاليون المقيمون هناك بعيد الاستغلال بحضور أصدقاء إريتريا الأجانب وممثلو المنظمات الدولية. وألقى سفير إريتريا في الاتحاد الأوروبي السيد ناغاسي كاسا كلمة بالمناسبة أوضح فيها بأن تحقيق الانتصار بالتصدي بصمود للأعدائيات أصبحت صفة تميز الشعب الإريتري، معربا عن ثقته لتحقيق رؤية الشعب بالحكومة بالعمل المتفاني. واحتفل الإيطاليون في نيوندورف السويسرية بعيد الاستغلال ببرامج تعكس جهود تنشئة الأطفال بالقيم الوطنية والمجتمعية. وأوضح كل من مسؤول الشؤون الشعبية والمجتمعية السيد شليش إدريس، والقائم بأعمال السفارة الإريترية في سويسرا السيد برخت ولد يوهنس، والسكرتير الأول السيد آدم عثمان، مراحل النضال والصمود الإعجازي من أجل الاستغلال وأهمية تقوية التنظيم وتطورات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية. كما احتفل الإيطاليون المقيمون في تورنتو وضواحيها بكندا بالاحتفال بفعاليات تعكس ارتباطهم بوطنهم. وأوضح مسؤول الشؤون العنصرية السيد أحمد إيمان في الكلمة التي ألقاها أن الشعب والحكومة الإريترية يعملون بجهد حثيث لتدعيم الاستغلال بالتنمية، وأن دعم هذه الجهود وإبرازها مسؤولية وطنية. واحتفل الإيطاليون في ميلبورن الأسترالية وضواحيها بعيد الاستغلال بأنشطة أعدها الشباب وتعكس مسيرة تحقيق الاستغلال وحماية السيادة وفعاليات فنية. وذكر قنصل الإريتري العام في أستراليا السيد محاريتا خاصة أن التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الإريتري لتحقيق استغلاله تعطي يوم الاستغلال عزة وكبرياء. كما احتفل الإيطاليون في نيوزيلندا بيوم الاستغلال بحفاوة كبيرة. احتفل سكان الإقليم الأوسط بعيد الاستغلال بإقامة الحفلات والمآدب الشعبية يوم 23 من مايو. وأوضح المحتفلون بأن إقامة الحفلات والمآدب الجماعية والفرح معا بالاستغلال تبرز الأرضية التي تخلقها للتوريث والتعايش. وأفاد مراسلو وكالة الأنباء أن الاحتفالات شهدت برامج للطلاب والأطفال وقصائد شعرية وأغاني الثورة التي تعكس مضمون الاستغلال والتضحيات المقدمة من أجله. وأشار إلى أن شعار الرؤى بالعمل لهذا العام يدعم وينمي ثقافة العمل، مؤكدين الحفاظ على وحدتهم وتماسكهم وإيصال إريتريا إلى أعلى المراقب العمل.
وقيمة الحفلات والمآدب الشعبية في 16 مديرية بالإقليم الأوسط بمعدل 3 حفلات على الأقل في كل مديرية. أما الآن إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. طلب الأمين الدائم للقوى العسكرية لدول مجموعة الساحل الخمس مامان صديق من مجلس الأمن الدولي تفويضا معززا لهذه القوى الجديدة لمكافحة الجهاديين، لكن الولايات المتحدة الأمريكية التي تعارض أي مشاركة أكبر للأمم المتحدة رفضت هذا الطلب. ويفترض أن تتألف قوة مجموعة الساحل التي تضم وحدات من النيجر وموريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو من 5000 عسكري. وبسبب معارضة الولايات المتحدة الممولة الأولى للأمم المتحدة لمشاركة المنظمة الدولية في قوة الساحل، تحصل هذه القوى على تمويلها ووسائل عملها من مساهمات طوعية من الدول التي تقدم القوات، وكذلك من فرنسا والاتحاد الأوروبي والسعودية. قالت الصين اليوم الخميس أنها تأمل أن تعقد القمة المزمعة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسلاسة، وذلك بعدما زاد ترامب الشكوك فيما إذا كان الاجتماع سيعقد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن على البلدين أن يقدرا تلك الفرصة، وأن على كل الأطراف ضمان أن يسفر الحوار عن نتيجة إيجابية. ويشوب الغموض مصيرة القمة التاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في 12 من يونيو في سنغافورة، بعدما هددت بيونغ يانغ أخيرا بإلقائها إذا حاولت واشنطن إجبارها على التخلي عن سلاحها من جانب واحد. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البيت الأبيض يواصل التجهيز للقمة المتوقعة بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لكنه أوضح أنه مستعد أيضا لإلقائها أو إرجائها إذا لم يتم الوفاء ببعض الشروط. قتل شخصان وجرح آخرون في خروج قطار عن سكته في منطقة قريبة من تورينو بشمال إيطاليا، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام الإيطالية. وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيون إيطالية أظهرت القطار وقد خرج عن سكته بعدما اصطدم بآلية ثقيلة توقفت على السكة قبل فوات القطار، وانقلبت 3 من عربات القطار، وهو ما أدى إلى هذا العدد الغزير من الخسائر. مع هذه الأخبار نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. أطيب المنى.